حلاوة سرابيون عبارت في 73 ولا جابات معاش. اسمك ايه؟ اسمي سعيد حتحور. لا جابات معاش ومصاب في المعركة. رحت السجلات العسكرية في القاهرة جابوا لي 5,411,259 جندي مجلد الرقم العسكري بتاعي عشان اخد معاش 51 سنة اصابات ودفعت فلوس البوسطة هنا في الخزن. اداني 51 ضم خدمه. اداني 51 ضم خدمه بقول له هعمل ايه بقى ضم 51 ضم خدمه؟ قال لي هتنفعك وانا عايز اخد معاش مصاب في المعركه. بدلني بلف بالمناديل والناس الدنيا تشتمني وتهزقني وشوف لك شغله شوف لك تاني شغلك كمان، مع اني قدمت اكتر من 500 مره في الفتره لحد دلوقتي واجلوها ودي يقول لي كلام وده كلام وده يقول لي هناخد منك الشهاده ونديك وندخلك المستشفى وكلام يعني عايزين خاطري يوقف حالي كده لحديت السنين كلها ما عدت وكبرت في السن. يعني مفيش عداله ولا ادوني معاش ولا ادوني اي حاجه. بعد اذن حضرتك عايز منال محمد عبد العظيم في قسم الاجازات في الاداره التعليميه. عايزين دلوقتي لما بتيجي اي زياده بتيجي دلوقتي تبقى للمدرس. ليه للمدرس والاداري والعامل لا؟ ليه؟ انا مش بتكلم على نفسي. المدرسين واقفين معاكم وموجودين معاكم طبعا، لان العامل انا مش بتكلم عن نفسي كاداريه، انا بتكلم على العامل قبل مني. العامل بيشتغل ومين اللي بينظف المدرسه؟ مش العامل. والاداري عمله لا يقل عن عمل المدرس. يبقى حرام ان هو يزيد والاداري لا. بعدين الخصم ده باصل راجع. احنا ذنبنا ايه؟ احنا دلوقتي اتعودنا على المبلغ ده بنقدر نسير بيه امورنا، بنعمل بيه كل حاجه. ازاي بقى ينخصم مننا؟ ازاي؟ حرام ولا حلال؟ ينخصم مني لمده سنه ونص. فاحنا بنطالب بالعداله واحنا واقفين مع الثوره وعايزين نصبر عشان ناخد ان شاء الله. فربنا القضيه دي ربنا يصلح حال الدوله ان شاء الله تبقى في للامام، بس بالصبر بتاعنا وبالعداله. عايزين العدل. شكرا يا سيدي. انا اسمي رضا عبد الرحمن، اداري برضه. حضرتك منتهى سعيد لو يبص عايز يعمل عداله اجتماعيه وزاره الماليه والشهر العقاري والحكم المحلي. الحكم المحلي ما بيشتغلوش خالص، ما بيحوش خالص. حكم محلي بياخدوا يوم في الاسبوع او ساعه ويروح على طول وبياخد 200% حافز. فكده في ظلم واضح بالنسبه للاداري وبيعمل اضطهاد ما بين المدرس والاداري. هو عايز يرفع المدرس. عايزين نعرف تاثير الخصم ده عليكم ايه؟ ده تاثير الخصم علينا في هيتدهور، لان في ناس اللي مش عنده واحد مريض عنده امه مريضه، واللي مش عنده طلبه في الجامعه عنده علم التعليم. والنهارده المدرس بيذبح في الدرس، النهارده المدرس رفع المنديره من 15 ل 30 جنيه للعيل اللي في الابتدائي، اما بتاع الاعدادي والثانوي بيوصل ل 50 و100 جنيه في الشهر. فالمدرس عشان يزيد من نتيجه الاداري وما ينفعش كده، مفيش عداله. والعامل زي الاداري زي المدرس. يبقى في نطاق المنظومه التعليميه يبقى في عداله اجتماعيه. ده ممتاز السعيد اللي جاي هناك تحت المروحه والتكييف يعدل. بس كليتنا منظومه واحده. اسمي حسين قمحاوي. كليتنا منظومه واحده. وظيفه حضرتك ايه في وظيفتي سكرتير مدرسه. ماشي قبله. احنا التربيه والتعليم كلها منظومه واحده. اللي يسرع المدرس، يسرع الاداري، يسرع العامل، يسرع على مشرف النشاط، على المدير، على الموجه المالي، على كله. لا بكده يبقى ما عادش. تاثير الخصم ده على حضرتك وعلى حياتك ايه؟ طبعا امال مش هيأثر على حياتي. بعد ما كنت مكيف نفسي على ان انا عايش بالعيشه ديت هرجع تاني لورا. يبقى بنرجع لزمن حسني مبارك تاني. ثورة ايه اللي قالوا عليها؟ ايه فين الثورة دي اللي قالوا عليها دي؟ فين الثورة؟ فين الحد الأقصى؟ فين الحد الأقصى؟ فين الحد الأقصى؟ لو سمحت. محمد عبد المجيد مشرف نشاط. أنا عايز أقول للرئيس مرسي هي دي النهضة اللي أنت جبتها للشعب المصري؟ هي دي العدالة الاجتماعية؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اشرح لنا الخصم ده بعد اذنك. الخصم ده يعني معناه ان احنا نسرق، ان احنا عيالنا ما تلبسش ما تاكلش. انا على الدرجه الثانيه ومرتبي 1100. ده بعد الحافز اللي احنا خدناه. لما يخصم بقى حسبي الله انا مش هنعرف نعيش. هي دي العداله الاجتماعيه اللي جابها محمد مرسي. من خلال القناه المباركه نناشد السيد الاستاذ رئيس الجمهوريه الدكتور محمد مرسي ووزير الماليه وكل المسؤولين في الدوله باعاده النظر في معاشات موظفي التربيه والتعليم. لان موظف التربيه والتعليم طلع اجيال دكاتره ومحامين وغيره،
بيطلع معاش، بيلاقي معاش ضعيف ما تحملش، ما كفيش عيشته. فالمفروض ان يكون في توفير مرتب كافي لموظف التربيه والتعليم. ليه بقى؟ هقول لك ليه. الخصم اللي اتخصم عليكم واللي انتوا مستحيل استحزن. طبعا هنخلي الناس تشحت، الناس هتشحت في البلد حقيقي يعني. اللي عليه خلاص هنسجل. هو المرتب اللي موجود حاليا اكيد هو المرتب يا عبد. انا بركز قبل يا عبد لو سمحت، المرتب اللي موجود حاليا هل يكفي عيشه؟ مش يكفي عيشه خالص. ده برضك مهما كان ملاليم، نسرق بقى في البلد ولا نعمل ايه؟ وعمال تقول نخنوخ ومش نخنوخ، ولا خرقون ولا مش خرقون، بلطجي وحرامي.